عقد الاتفاق مش شقة إيجار. ما ينفعش تحطي زي سنوية في عقد الاتفاق 10% متراكمة. هو مش عقد إيجار، هو مش مؤجر شقة، دي نفقة. يعني هيفضل ملزم بيها طول حياته. يعني هيجي بعد سنتين تلاتة يلاقي المبلغ بقى مبلغ وقدره، هيبصلك ويقولك اجري على المحاكم، أنا مش هقدر أدفع المبلغ ده. أنا بعمل إيه؟ بحط زي سنوية اللي نقبلها إحنا كلنا كأطراف على اصل المبلغ اللي انت بتاخديه. لا اما في ناس بتقول لي يا استاذه الزميني بمبلغ مالي معين مش نسبه بيزيد لها كل سنه وادفعه لها كل شهر. يعني في ناس بتقول لي يا استاذه انا مقدرتي ان انا ازود لها كل سنه 200 جنيه 300 جنيه 500 جنيه. طبعا الموضوع بيتقاس على حسب يساره وعلى حسب الطفل بيحتاج قد ايه. فعشان كده يا جماعه عقد الاتفاق مش عارفه، عقد الاتفاق انا مش بنمضيك عليه وخلاص، لا ده التزام هتفضل ملزم بيه. وانا بحب نكتب الزياده علشان نقفل باب المحاكم اصلا. ما تجيش بعد سنه تقول لك اصل ال 2000 جنيه ما بيكفوش، انا هجري على المحكمه وتلاقي نفسك لفيت لفه تانيه كأن عقد الاتفاق ده كان مسكن لا اكتر ولا اقل. عشان كده يا جماعة نتفق ونتكلم ونرحم نفسنا من المحاكم وبلاش نفرج الناس علينا وعلى عيالنا، عيب.